اوعي تتجوزي راجل اقل منك في المستوى الاجتماعي. تعالي وانا اقولك ليه. تعال. نصيحة خلي بالك منها وانت بتختاري شريك حياتك. اوعي تتجوزي راجل اقل منك في المستوى الاجتماعي، واللي يقولك طوبة فضة وطوبة ذهب وكفاحنا وبتاع، ده كلام افلام. يا وجع المربربة. دايما بنشوف الرجاله الهاي بروفايل ماشيه جنبها ستات هاي بروفايل زيها ويمكن اعلى منها كمان. ليه بقى الست تبقى زي القمر ومكانه ومركز وتعليم وكارير وماشي جنبها واحد سرسجي؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ واصلي بحبه يا ماما. حبك بورسي يا شيخه. في الشرع والدين الرجال قوامون على النساء، يعني الراجل ممكن يكون اعلى درجه من الست في الفلوس والمركز الاجتماعي وكمان في القوه. طب ده هيحصل ازاي بقى يا ست الكل وانتي اعلى منه ماديا واجتماعيا؟ بالعكس هتشوفيه مع الوقت اقل من طموحاتك. طيب سيبك من الاحتياجات الماديه والالتزامات وقدرته ان هو يوفر لك مصاريفك واحتياجاتك، ده غير بقى الزيارات والمناسبات الاجتماعيه اللي دايما هتحسي نفسك غريبه وسطها ومش عارفه تتاقلمي معاه. حوار طويل قوي 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 يا مزمزيل. علشان كده بنقول دايما ان الست ما ينفعش تبقى اعلى من الراجل، ودي جوازه محكوم عليها بالفشل. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم. اعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.